عقدت النجمة السورية سوزان نجم الدين مؤتمر صحفي في الأيام اللي فاتت في بيروت، فجرت خلاله كتير من المفاجآت. كان أبرز المفاجآت دي هي إعلانها الانسحاب من المنافسة الخاصة بجائزة الماركس دور. والمعروف إن سوزان نجم الدين بقت من بين أفضل 5 مرشحات للفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية لسنة 2015 ضمن جوائز الميريكس دور. كاميرا عرب بود في لبنان قابلت الفنانة سوزان نجم الدين في لقاء حصل للبرنامج، وده بعد انتهاء المؤتمر، وعرفنا منها سبب الانسحاب من الجائزة اللي بتعتبر من أهم الجوائز الفنية في بيروت. خبر ما حلو، او انا بعتبره حلو، بس ان شاء الله ما يزعلوا الفانز مني. بعتذر منهم، بس انا اضطريت اني انسحب من الترشيح لجائزة افضل ممثلة عربية لعام 2015 من جوائز الميركس دور. اضطريت اني انسحب واعلن انسحابي من هي الجائزة، لانه البراند اللي انا سفيرته هو السبونسر الاساسي والرئيسي للحفل. فلقيت انه من النزاهه بمكان او من المصداقيه بمكان اني انسحب من الجائزه، من شان ما اترك مجال لاي حدا انه يحكي سواء فزت بالجائزه او لا. سعيده بالعمل الجديد اللي اسمه ايام لا تنسى، اخراج المبدع ايمن زيدان. معي مجموعه كبيره من النجوم الرائعين جدا جدا. التجربة كانت حميمية، وتجربة فيها دفء وفيها روح، لأنه كل حدا فينا اشتغل فعلا بطاقة إيجابية. وأيمن زيدان بيفرض طاقة روحية رهيبة على اللوكيشن، لأنه بيقلب المكان لعائلي لفاميلي. هذا الشيء بعتقد رح ينعكس علينا كأداء، ورح ينعكس على الناس ويشوفوا هي المحبة الكبيرة بيناتنا كيف كانت. بتصور إنه العمل حيكون مهم، بتصور إنه حيكون مختلف، بتصور إنه حيلاقي قبول روحي وهيك عند الناس إن شاء الله. أكيد الجمال، ربنا بيحب الجمال، وبشكر ربي على، طبعا في أجمل مني بكتير، ولكن أنا بحمد ربي على جمال الروح وجمال القلب أكثر من جمال الخارجي. الجمال الخارجي نسبي. أكيد اللوك بيأثر، واللوك بيستدعيك لأدوار معينة. ويمكن اللوك مارلين هو اللي جاب لي هيدا البراند لما شافوا صور مارلين، ففكروا دغري انه باني اكون انا سفيرتهم في الشرق الاوسط وربما في العالم ان شاء الله. انا طول عمري نادي بالدراما العربيه المشتركه، فعلا يمكن اول فنانات اللي نادوا بالدراما العربيه المشتركه هي انا، وحتى كان عندي مسلسل عم ينكتب بهذا الخصوص، ولكن ما اكتمل لانه ما عجبتني الطبخه الفنيه. انا بس لي تعليق واحد، انه نحن عم بيصير في شيء مشترك باللهجه وبالممثلين، ولكن مش في القضية الأساسية، مش بالسيناريو الأساسي. بتمنى أنه نتعمق أكثر، كل واحد مننا يجيب بيئته لقلب هيدا العمل، أكيد بيطلع أحلى العمل، بيطلع حقيقي أكثر. محبة الناس سواء بمصر أو بلبنان أو في الوطن العربي أو في كل مكان، وتحديدا في مصر، لأنه مصر ما شاء الله يعني عندهم نجمات ونجوم هائلين جدا. الحقيقة هي المحبة لا تقدر بثمن، يعني هذا كنز كتير كتير كبير، وفخر وسعادة ورضا من رب العالمين. يعني انك تقدر تحافظ على هاي المحبة هي مسؤولية كتير كبيرة. بدك تكون دايما صادق، بدك تكون دايما تعرف تختار أعمالك، تختار كلماتك، تختار مواقفك، ما تأذي حدا، تحب الخير للكل. لازم تكون انت على مستوى هاي المحبة، لازم.